الجنزبيل، الجذر السحري اللي ظلمناه. الجنزبيل بيسموه في دول شرق آسيا الماجيك روت أو الجذر السحري. أنا عارف يا عزيزي إن أنت بتكرهه، ولا بتحب طعمه ولا بتحب ريحته ولا بتحب تشربه، بس خليني أقولك إن ده الجنزبيل البودرة. اللي أنت ما تعرفوش إن الجنزبيل الطبيعي مختلف خالص في كل حاجة، في طعمه، في ريحته، في زيوت الطيارة، وحتى في تأثيره على جسمك. الجنزبيل مش بس بيقوي مناعتك، لا ده كمان بينظف معدتك وبيساعد الرئتين بتوعك على ان هم يتخلصوا من اي فيروسات او سموم جواها. ده غير ان هو مطهر طبيعي لجهازك المعوي وللكليتين بتوعك. ويا سلام لو شربته في الشتاء، هيخلي جسمك بيطلع نار وهيخليك ما تحسش باي برودة من البرودة اللي موجودة في الجو خالص. ابشره على اكلك او حتى اغليه مع شوية ليمون وعسل، او حطه في كوباية مية سخنة. بس لو سمحت اوعى تشربه بودرة، انزل اشتريه من السوبر ماركت او من الخضراتي، بس اوعى تشربه بودرة تاني. لما بنشرب الجنزبيل بودرة بيعمل لنا حرقان في الزور وبيعمل لنا التهاب في المعدة، وما بنستفدش بأي حاجة من فوائده زي أي أعشاب طبيعية. لو أنت بتشرب العشب ده طبيعي وهو جاي من الأرض على طول، أحسن بكتير من لما تشربه مجفف أو مطحون أو بودرة. لو عايز تعرف أكتر عن الأعشاب وفوائدها، تابعنا في الفيديوهات الجاية.